يا مساء الفل والجمال، أهلا وسهلا بيكم. معاكم نهلة فؤاد وأنت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. فاكرين لما قلنا قبل كده إن أول خطوة صغيرة أحسن من فكرة كبيرة واقف مكانك؟ النهاردة بقى هنتكلم عن حاجة أعمق بكتير، العقل والثراء والطمأنينة الداخلية. الحقيقة إن في ناس بتشتغل طول عمرها وبتفضل واقفة مكانها، مش عشان هي مش شاطرة، لكن عشان عقلها متعود على الأمان مش الثراء. العقل بيحميك من المخاطر، ولكن أحيانا بيوقفك عن الفرص اللي ممكن تغير حياتك. طب عايزين نعرف إيه الفرق بين عقل الأمان وعقل الثراء؟ عقل الأمان بيقولك كم هيكفيني؟ أخاف أخسر؟ استنى شوي. لكن عقل الثراء بيقولك إزاي تزود وتجرب بحساب وتتعلم وانت ماشي. الثراء مش تهور، الثراء تجربة واعية، والثقة في الله هي اللي بتديك الشجاعة تبدأ. طب عايزين نعرف الجانب الروحي واليقين بالله علاقتهم إيه بالأمان المالي؟ الأمان المالي مش بس رقم في البنك، الأمان الحقيقي بيساوي طمأنينة من جوه، ربنا معايا وأنا ماشي خطوة صح والباقي عليه. اللي بيأمنك تخطيط بسيط، خطوة صغيرة، وثقة إن ربنا شايل اللي معرفش ومقدرش أعمله. طب اربطنا بين العقل والروح. عقلك بيخطط وروحك بتطمن، والتصرف بتاعك بيكون هادي وواضح. هديك تمرين عملي في 10 دقايق. اكتب خطوة مالية صغيرة تقدر تعملها النهاردة. سؤال لنفسك، هل الخوف من الجديد ولا مجرد فرصة للتعلم؟ قبل ما تبدأ قول ربنا معايا، أنا بعمل اللي أقدر عليه والباقي على ربنا. خطوة صغيرة زائد يقين بتساوي عقل هادي زائد قلب مطمئن بتساوي بداية ثراء. والخلاصة الذهبية اللي هسيبها لك في حلقة النهاردة، الفلوس مش بتيجي للي بيشتغل أكتر، الفلوس بتيجي للي عقله بيسمح بالفرص ويقينه بالله قوي. غير برمجة عقلك وحافظ على قلبك مطمئن، وخلي كل خطوة مدروسة. في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن ازاي تحول الدخل الجانبي البسيط لأمان مالي حقيقي خطوة بخطوة، وهتشوف ازاي تعمل ده من غير خوف ولا ضغط. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا أفكار مركزة في وقت محدود. وأشوفكم الحلقة الجاية.